وتابعنا سادس الاشواط الصباحيه. بشوط الابكار المهجنات استطاعت الصباره ان تقدم لنا ذلك المستوى الراقي لشعار سعيد بن احمد بن دمينه المنصوري، واضافه لنقطه ثالثه في صباح هذا اليوم. بالفعل قدم الفائزه وقدم الاسد صاحب التوقيت الزمني والافضل 5 دقائق 59 والعصا في الابطان، والمعتاد دائما بحضور الاسد بذلك التوقيت. والصبار اتت بنقطة ثالثة في رصيد سعيد بن احمد بن دمينه المنصوري. تهانينا وهنيالك وسلام بن دمينه وسلام سلالة الرياض. سلام. نتابع الشوط السابع مشاهدينا، حفلنا الكريم سابع الاشواط بانطلاقة شوط القدان المحليات. نتمنى التوفيق للجميع. رعد يحتل المركز الاول في هذه اللحظات، ينطلق يتزعم شوط القعدان محمد بن بخيت بن غنام الهاملي يتواجد على الصداره. نتابع دغاش في ثاني الاسماء محمود بن حمد بن هلال المالكي، والنقله التاليه الى الاستراتيجي متواجد محمد بن سويد بن قشمان المنصوري ينطلق بشعاره في ثالث المراكز، والنقله التاليه الى المركز الرابع اصبح من نصيب ايضا يتواجد منيحيف ينطلق ضاحي بن سعيد بن سيف المشعوري. يتابع منيحيف في هذا الشوط في مستوى رابع الاسماء، والمركز الخامس ياتي وينطلق الوهواهي، ينطلق ناصر بن خلفان بن عبد الله المزروعي يقدمون الوهواهي في هذا الشوط. واحد من الاسماء المميزه ليسطر ايضا العديد من النقاط. يتواجد ايضا الوهواهي ينطلق بشعار ايضا بو سعيد ناصر بن خلفان بن عبد الله المزروعي، وكذلك بتابع وقاد لسيد مكتوم بن ابراهيم بن سالم المزروعي. ونشاهد مبعد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. يا سلام. شوف من الجانب الاخر الدخول الممتاز من شاهين لزاهر بن فايل العويسي يتواجد بهذا الشوط. وكذلك نتابع الاستشاري سيف بن محمد بن خموشه العامري ينطلق بالاستشاري في هذا التحدي واللقاء الكبير، بينما نتابع عاشر الاسامي مبعد محمد بن علي بن محمد بن رصاص المنصوري. هكذا النتيجه للمراكز الاوليه. والمركز الاول لا زال رعد على البدايه، بدا يرعد على ارضيه هذا الميدان. رعد يقدم هذا المستوى بصداره الشوط. اشعار العملاق الظفراوي على صداره المركز الاول محمد بن بخيت بن غنام الهاملي. يتابع هذا الشعار اشعار بو سالم. الله الله يا بخيت يا بن غنام يا الهاملي يا من تتابع. رعد في مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني الاستراتيجي يتواجد محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. ابتدى النزاع. شوف الجانب الاخر الله شعار بالكور بدا يتحرك، بدا يحرك مشاعر هذا الشعار وينطلق بدوره في المركز الثالث. اما المركز الرابع اصبح من نصيبه منيحيف لضاحي بن سعيد بن سيف المشعوري. يتواجد المشعوري ينطلق على المركز الرابع، والمركز الخامس شاهين زاهر بن فايل ايضا العويسي. يتابع انطلاقه جميله مع تواجد ايضا شاهين في هذا الشوط، ولكن رعد لا زال يرعد على الصداره. يرعد من بدايه الشوط، من بدايه ال4 الكيلو المترات متزعما العملاق الظفراوي. هذا هو العملاق عندما يحضر، هذا هو العملاق الظفراوي عندما يحضر بالشعار لا بد ان يكون له حضور.
الثالث مشاهدي الاعزاء النادر لسعادة حميد بن سعيد النيادي حل ثالثا. والمركز الرابع مشاهدي الاعزاء الاستراتيجي محمد بن سويد من قشمان المنصوري. نشوف التوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني و6 اجزاء من الثانية. هذا توقيت رعد لحظة فوزه ما شاء الله، وقدم مستوى راقي